لم يكن زواج يزن من سلمى نتيجة قصة حب، ولا حتى قرارا نابعا من رغبة شخصية، بل كان أشبه بصفقة أجبر عليها بصمت تحت ضغط العائلة، وتحديدا والده الذي كان لا يحتمل فكرة الفضيحة. كل شيء بدأ باتصال هاتفي متأخر ليلة شتوية باردة. المتصل كان عم سلمى، صديق العائلة القديم، رجل محافظ حريص على سمعته أكثر من حرصه على الحقيقة. سلم، ابنة أخيه، كانت قد تورطت بعلاقة عاطفية مع شاب، انتهت بمشاكل وتهديدات وإشاعات بدأت تنتشر في الحي، حتى وصلت إلى أطراف المدينة. الناس لا يرحمون، والنساء يدفعن الثمن، حتى وإن كن بريئات. العم، في محاولة يائسة لإنقاذ شرف العائلة، اقترح حلا قاسيا: أن يتزوجها يزن بسرعة قبل أن تصل الأحاديث إلى خارج الجدران. يزن، رغم اعتراضه الصامت، لم يكن في موقع يسمح له بالرفض. أبوه رجل صارم، صاحب كلمة في العائلة، وكان قراره حاسما. سنغلق الباب من أوله. ولم تمضي سوى أيام حتى عقد القران. حفل صغير، صامت، بوجوه متوترة وابتسامات باهتة. سلمى جلست إلى جواره في فستان بسيط، لا تشبه فيه العرائس التي تخيلهن يوما. كانت عيناها ساكنتين، فيها هدوء غريب، أشبه بالخضوع لا بالرضا. لم تبكي، لكنها أيضا لم تبتسم. ومنذ تلك الليلة، بدأت رحلة من التعايش الصامت بين شخصين غريبين، في بيت واحد، وبين جدران مليئة بالتوتر. يزن لم يكن قاسيا، لكنه أيضا لم يكن قريبا. عاملها بلطف جف، كما لو أنها ضيفة طويلة الأمد. هي بدورها لم تطلب شيئا، لم تشك، لم تتذمر. كانت تستيقظ باكرا، تنظف، تطهو، وتجلس في الزاوية، تقرأ أو تكتب في دفتر صغير لا تفارقه. ومع مرور الأيام، بدأ يزن يشعر باضطراب داخلي لا يمكن تجاهله. كل مرة يمر قربها، كانت رائحة شعرها خفيفة، صامتة، توقظ فيه حواسا لم يرد لها أن تستيقظ. كل مرة يسمع صوتها الخافت وهي تدعو له بالشاي، يشعر بنوع من الحنين الغريب، وكأنه يعرف هذا الصوت من عمر آخر. لكنه كان يذب مشاعره، يخيف نفسه بالحقيقة التي لا يريدها، أنه بدأ يراها كأنثى، كشخص، كروح مكسورة لكنها جميلة. كل حركة منها، كل نظرة، كل تنفس كانت تكشف طبقة جديدة في قلبه. لكنه رفض التصديق. هذا زواج ضرورة، لا أكثر. كان يردد هذه الجملة لنفسه، مثل تعويذة تمنع الانزلاق. وفي أحد الأيام، دخل البيت مبكرا، فسمع صوتا لم يسمعه من قبل، بكاء. وقف عند الباب، ولم يدخل الغرفة. فقد سمعها وهي تهمس لنفسها بكلمات مبعثرة، لا شكوى، بل كأنها تفرغ صمتها القديم على الورق. لم يجرؤ على الدخول. بقي واقفا، ثم انسحب بهدوء. منذ ذلك اليوم، بدأ يرى الدفتر، ذلك الصغير الذي لا يفارقها، بطريقة مختلفة. أصبح رمزا لصوتها الحقيقي، ذاك الذي لم تسمح له بالخروج. كلما رآه، شعر برغبة أن يفتحه، أن يقرأ، أن يعرف من هي. لكنه لم يفعل. لا لأنه لا يستطيع، بل لأنه بدأ يخاف من الإجابة. وكان لا يدري أن سلمى أيضا ترى نظراته الجديدة، وتمررها بصمت. ترى كيف تغيرت نبرته حين يناديها، كيف يتردد حين يقترب، وكيف يهرب حين تلتقي العيون. لكنها، مثلما بدأت، فضلت الصمت. ولأول مرة في حياتهما، بدأ كل منهما يعيش علاقة لم يخطط لها، ولم يردها. لكنها تتسلل، كالمطر، بصمت، فيشقوق الروح.
مرت شهور، والسكون الذي كان يحيط بزواجهما لم يعد يشبه نفسه. لم يعد صمتا ثقيلا كما في البداية، بل صار صمتا دافئا، فيه أشياء لم تقل بعد، لكنها تنتظر. يزن تغير. لم يعد الرجل الذي يتجنب النظر في عينيها، ولم يعد يهرب من حضوره في البيت. صار يعود مبكرا، يحضر معها الخضار من السوق، يطلب رأيها في تفاصيل صغيرة، يبتسم، تلك الابتسامة الخفيفة التي لا تراها إلا في اللحظات الصادقة. وفي كل تلك التفاصيل اليومية التي تبدو تافهة في نظر الآخرين، كانت تنمو بينهما أشياء أعمق من الحب، أصدق من الكلام. لكن بين الحين والآخر، كان يزن يشعر بالذنب. هو لم يخترها. لم يخبرها ذات يوم بأنه يريدها. هي أيضا لم تطلبه، لم تظهر أنها تنتظر منه شيئا. وكان ذلك الصمت بينهما يحمل 1000 سؤال لم يطرح، و1000 إجابة تخشى الخروج. وفي مساء خريفي، بينما كانت سلمى تقف على الشرفة، تحاول لملمة أوراق ملابس نسيت على الحبل، جاء يزن ووقف خلفها بصمت. ظل ينظر إلى ظهرها دون أن ينطق، ثم قال بصوت منخفض: سلم، بدي أقرأ الدفتر تبعك. تجمدت يدها للحظة. لم تلتفت، ولم تجب. فقط بقيت تنظر إلى السماء التي بدأت تغيب عنها الشمس. ثم همست بنفس الهدوء: ما في شيء تحتاج تقراه. كل شيء صار واضح. ابتسمت بهدوء، كأنها تعرف ما سيقوله دون أن ينطق. وفي اليوم التالي، وجد يزن الدفتر على الطاولة. وضع دون أن يقال شيء. لم يكن عليه قفل، ولا اسم، فقط غلاف بسيط. جلس في غرفته، وبدأ يقرأ. في كل صفحة، وجد سلمى الحقيقية. لا تلك التي طلب منه أن يسترها، ولا تلك التي ظن أنها مجرد ضحية فضيحة عائلية. بل امرأة تفكر، تخاف، تشتاق، وتحاول أن تفهم. لماذا أنا؟ ولماذا هو؟ هل يمكن للحياة أن تبني حبا من العدم؟ وهل يمكن للقلوب أن تلتقي بعد كل هذا التناقض؟ أنا لا أكرهه، لكنني لا أفهمه. وأنا لا أطلب منه حبا، فقط أن يراني. توقف كثيرا عند تلك الجملة، فقط أن يراني. وأدرك فجأة أنه لم يكن يحبها فقط، بل كان يحتاجها. كل تلك اللمسات الصغيرة، كوب الشاي، ترتيب كتبي، ثيابه المطوية بطريقة معينة، لم تكن مجرد روتين. كانت حوارا آخر، بلغة لا يتقنها سواه. في اليوم التالي، دخل البيت وهو يحمل شيئا في يده، دفتر جديد، فارغ، لكن عليه اسم واحد فقط: سلمى، وبجانبه كلمة واحدة بخط يده: أراكي. وضعه على طاولتها، وجلس بجانبها دون كلام. هي قرأت الغلاف، ثم نظرت إليه. لم تبكِ، لم تضحك، فقط وضعت يدها فوق يده، للمرة الأولى منذ زواجهما. كانت تلك اللمسة أثمن من أي اعتراف. مرت أيام، وتحول البيت الصامت إلى بيت فيه حديث، قليل لكن صادق. صار هناك ضحكة، ووجبة مشتركة، وخروج بسيط في نهاية الأسبوع. صار بينهما لغة لا يحتاجان فيها لشرح، ولا لماض يعود كلما نطق اسم. ومع مرور الوقت، عرف أن ما جمعهما لم يكن فضيحة، ولا واجب عائلي، بل شيء آخر، لا تكتبه الصحف ولا تعرفه العائلات. كان حبا بدأ من مكان غريب، ونما في ظل الخوف، لكنه ثبت لأنه لم يفرض، بل كشف. وأخيرا، حين اختار بعضهما، لم يكن هناك أحد يجبرهما على ذلك. الزواج الذي بدأ بقرار غير كامل، انتهى بحب كامل.